موضوعنا النهاردة احذر انك تسمعه وزوجتك قاعدة جنبك عشان ليلتك تعدي. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موضوعنا النهاردة مع كتاب بعنوان كيف تتزوج الثانية بهدوء للمؤلف أبو عبيدة الشارحي. الكتاب مش مجرد دليل عملي للزواج الثاني، لكنه محاولة ذكية لفهم العقلية والواقع والتحديات النفسية والاجتماعية اللي بتواجه أي راجل بيفكر في الخطوة دي. الكاتب ما بيشجعش التعدد بشكل أعمى ولا بيهاجمه، لكنه بيحاول إنه يقول لو هتعمل كده اعمله بعقل وهدوء ومسؤولية. رسالة الكتاب: الزواج الثاني قرار، يا تعمله صح يا ما تعملوش. لو اتعمل باندفاع هيكون سبب شقاء، ولو اتعمل بحكمة وعدل ووعي ممكن يكون استقرار للجميع. الزواج الثاني مش قرار لحظة غضب ولا نزوة ولا هروب من مشكلة، لكنه حياة لها تبعات نفسية وأسرية ومجتمعية. والهدوء اللي في العنوان مش صدفة، لأنه أي تهور في الخطوة دي ممكن يقلب الحياة كلها فوضى وعدم استقرار. أولا، هل كل اللي بيتزوجوا مرة تانية عندهم نفس الدوافع؟ الإجابة لا طبعا. الكاتب بيذكر أسباب شائعة للزواج الثاني زي فتور العلاقة الزوجية الأولى، غياب التفاهم أو الاحتواء، وجود مشاكل عاطفية أو نفسية، رغبة في الاستقرار بعد تجربة فاشلة، أحيانا مجرد إحساسك بالملل أو البحث عن التجديد. لكنه هنا بيوقفك ويقولك مش كل سبب مبرر، ومش كل رغبة بتستحق إنها تتحول لقرار. ثانيا، مواجهة النفس قبل أي خطوة. من أقوى أجزاء الكتاب إنه بيخليك تقف قدام نفسك بصدق وتسأل نفسك: هل أنا عادل فعلا؟ هل قادر ماديا ونفسيا على الزواج الثاني؟ هل بحل مشكلة ولا بهرب منها؟ هل فاهم حجم المسؤوليات اللي جاية؟ الكاتب بيؤكد إنه الزواج الثاني مش حل سحري، وأحيانا بيضاعف المشاكل بدل ما يحلها. ثالثا، مفهوم الهدوء في الزواج الثاني. الهدوء هنا مش سكوت أو خبث، لكنه نضج وإدارة مشاعر وتخطيط وتقليل للصدمات. الكاتب بيرفض فكرة الفضيحة والكذب المبالغ فيه أو الاستعراض، وبيشجع على تقليل الدوائر والمعارف اللي تعرف، عدم استفزاز الزوجة الأولى، احترام المشاعر حتى لو القرار صعب. رابعا، الزوجة الأولى هي المعادلة الأصعب. الكاتب ما بيتجاهلش الزوجة الأولى ولا بيصورها كعقبة، بل بالعكس بيعتبرها أهم عنصر في المعادلة. بيوضح إنه الصدمة النفسية اللي بتمر بيها غالبا إحساس بالخذلان، فقدان الأمان، مقارنة مؤلمة، خوف على الأسرة والأولاد. وبيؤكد إنه أي تجاهل للمشاعر دي هيقود لانفجار عاجل أو آجل. خامسا، هل المصارحة أفضل أم الكتمان؟ واحد من أكتر الأسئلة الحساسة اللي بيناقشها الكتاب، والإجابة مش واحدة للجميع. الكاتب بيقول إن المصارحة بدون حكمة تعني دمار، والكتمان بدون تخطيط يعني فضيحة. والحل: تقدير التوقيت واختيار أسلوب وطريقة الكلام ومراعاة حالة الطرف الآخر. مش كل حقيقة تتقال مرة واحدة، ومش كل صمت خيانة. سادسا، اختيار الزوجة الثانية. الكاتب بينبه بشدة من الزواج الثاني بدافع الشفقة أو الإعجاب السريع أو الهروب من مشاكل الزوجة الأولى، وبيؤكد أن الزوجة الثانية لازم تكون واعية بطبيعة الوضع، فاهمة إنها جزء من معادلة حساسة، مش داخلة بدور البديل أو المنتصر، وإلا العلاقة هتتحول لساحة صراع بدل ما تكون استقرار. سابعا، العدل مش بس في الفلوس. من أهم رسائل الكتاب إنه العدل أوسع من المصاريف. عدل في الوقت، عدل في الاهتمام، عدل في المشاعر الظاهرة، عدل في الاحترام. وبيحذر إنه أي ميل واضح لطرف حتى لو غير مقصود هيشعل نار الغيرة والعداوة. ثامنا، الأولاد خط أحمر. الكاتب بيشدد إنه الأولاد هم أكثر المتضررين والأمور تم إدارتها بغباء. إحساس بالضياع، صراع ولاءات، كره غير مبرر، مشاكل نفسية طويلة الأمد. وبيوصي بعدم الزج بالأطفال في الصراعات وعدم تشويه صورة أي طرف قدامهم. تاسعا، المجتمع والضغوط الخارجية. الكاتب واقعي جدا في وصف نظرة المجتمع: لوم، فضول، تدخل، أحكام جاهزة. وبيشجع القارئ على تجاهل الضجيج وتقليل الاحتكاك، التركيز على الأسرة بدل تبرير القرار للناس. عاشرا، إمتى الزواج الثاني يكون خطأ؟ الكاتب هنا شجاع جدا وبيقول صراحة: لو مش قادر على العدل بلاش،
لو بتدور على إثبات رجولة بلاش، لو بتعاقب الزوجة الأولى بلاش، لو هتظلم أكثر من شخص بلاش. مش كل مباح مناسب، ومش كل قدرة شكلية بتعني جاهزية حقيقية. الخلاصة: كتاب كيف تتزوج الثانية بهدوء مش دعوة للتعدد ولا حرب على الزواج الأول، لكنه دعوة للعقل والوعي وتحمل المسؤولية. رسالة الكتاب: الزواج الثاني قرار، يا تعمله صح يا ما تعملوش. لو اتعامل باندفاع هيكون سبب شقاء، ولو اتعامل بحكمة وعدل ووعي ممكن يكون استقرار للجميع. لو عجبك المحتوى شاركه بلايك وشير وسبسكرايب.